في تطور جديد، أنهى نادي برشلونة أزمة رحلته إلى اليابان بعد تسوية الخلافات التعاقدية المرتبطة بمواجهة فريق فيسيل كوبي، مؤكداً أهمية الرحلة للجماهير والرعاة. وفيما يتعلق بالحراس، عقد المدير الرياضي ديكو اجتماعاً لحل مشكلة تسجيل الحارس خوان غارسيا بعد إعلان تير شتيغن تعافيه خلال 3 أشهر، ما يمنع النادي من استغلال بند التسجيل الطارئ. وفي سوق الانتقالات، باتت صفقة إعارة ماركوس راشفورد أكثر جاذبية بعدما تأكد أن برشلونة غير ملزم بدفع أي مبلغ في حال عدم تفعيل خيار الشراء. في المقابل، رفض نيكو ويليامز الانتقال إلى الكامب نو، مفضلاً تجديد عقده مع أتلتيك بلباو حتى 2035. أما بالنسبة للشاب باو فيكتور، فقد رفض برشلونة عرضاً من فالنسيا لاستعارته، مفضلاً خيار البيع النهائي مقابل 10 ملايين يورو.